السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا. النهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام ده. يلا تعالوا نشوف المقادير مع بعض. عندنا هنا في البداية المقادير: ربع كيلو دقيق، 15 جرام نشا، 3 بيضات، 70 جرام من الزيت. معانا هنا ربع كيلو مية ومعلقة سكر وحوالي جرام ملح وحاجة بسيطة كده. خلاص. وجبنا حلة على النار، حطينا فيها المية والسكر والملح وهنحط الزيت، نسيبهم يغلوا على النار، يا دوبك بس يغلوا. زي ما انتوا شايفين انا بفضل المكونات كلها. هقلبهم طبعا في الاول، وبعدين انزل بالدقيق اول ما المية تغلي. هطفي عليها النار خالص وانزل بالدقيق واديله تقليبة، وافضل اقلب اقلب كده. خلاص. لحد ما العجينة تشرب المية، ولحد ما تتجمع معايا. وبعد كده هحطها على النار، تاخد لها سوا بتاع يعني حوالي 3 دقايق كده. اهو زي ما انتوا شايفين تقليبها. بقلبها طبعا زي ما قلت لكم عشان تعمل عجينة. ولعت عليها النار هنا، كنت في يعني في المقطع ده، وابتديت ان انا اقلب كده عشان تستوي معايا العجينة. جبت طبق واسع ونزلت بالعجينة في الطبق وفردتها علشان العجينة تبرد طبعا، عشان ما ينفعش انزل عليها بالبيض وهي سخنة. خلاص. واغطيها عشان بس ما تنشفش. جبت المضرب بتاعي، المضرب الكهربائي. ممكن اللي ما عندوش مضرب عادي يشتغل بايده، اهم حاجة بس تكون العجينة باردة. وهنزل بالعجينة وهنزل عليها بالبيض، بيضة بيضة طبعا، ده بيض وعليه فانيليا عشان ريحة الزفارة يعني وكده، لو البيض فيه زفارة، نسبة زفارة. خلاص. وهنزل بقى بالمضرب وابتدي اضرب كده العجينة اهو، زي ما انتوا شايفين بيضة بيضة، وانزل واحدة واحدة كده. خلاص. وبرضو اللي ما عندوش زي ما قلت لكم يعمل بايده، هتدي نفس النتيجة عادي خالص، هي هتبقى عاملة زي عجينة البيتيفور في الاخر. خلاص اهو. بيضة بيضة بس، اهم حاجة كل ما بيضة تختفي انزل بالتانية. شايفين اهو. دي كمان اخر واحدة، وبرضو عجنتها بالمضرب اهو. اهو. جيت بقى جبت كيس حلواني وحطيت فيه العجينة، حطيتها الاول على صاج كده ورشيت عليه دقيق. بس قلت لا، انا هجيب الصينيه، حسيت ان لما اجي اشيلها يبقى في صعوبه ساعه الآلية وشكلها هيبوظ مني، فرحت جايبه الصينيه اللي هقلي، الطاسه قصدي اللي هقلي فيها، وحطيت فيها زيت، هي على فكره فيها زيت كتير. وجبت كيس الحلواني البلبله بتاعت بلح الشام، وابتديت ان انا احط المقص في الزيت واقطع كده زي ما انتوا شايفين انزل كده، اضغط على الكيس، وابتديت ان انا احط المقص في الزيت واقطع بلح الشام على زيت بارد. بعد كده حطيته على النار زي ما انتم شايفين، يعني خليت النار وسط، وابتدى هو طبعا معايا بينفخ معايا. كل ما يبتدي يستوي انا ما باجيش جنبه في الاول، زي ما انتم شايفين كده، ما برضاش اقلبه خالص بالمعلقه عشان الرسمه ما تبص. خلاص. ابتدي اول ما يشد كده معايا ابتدي ان انا اقلبه عادي، زي ما انتم شايفين انا مش راضيه اجي جنبه، انا سايباه بس على النار كده ياخد سواه براحته. اول ما ينشف هبتدي اقلب فيه. هو كمان او في الاول بيبقى تحت خالص في قعر الصينيه، الطاسه اللي احنا بنقلي فيها، وبعد كده بيعوم على الوش زي ما انتوا شايفين شكله اهو. شايفين حجمه كان عامل ازاي وبقى ازاي. خلاص. اهم حاجه بس ان انتوا ما تقلبوهوش وهو لسه ني وهو طري، لازم لما يبتدي يجمد. ابتديت ان انا كده اقلب بقى واحده واحده اهو. بس نصيحه، اللي يحط بلح الشام ما يبقاش يحط كتير في الطاسه كده، لانه بينفخ وبيبقى المكان ضيق قوي، عشان اللي يعرف يقلب يقلب براحته. خلاص اهو. هنا شكله كان خلاص، انا بقى خليته ياخد سوا يعني لون احمر كده، علشان لما اجي احطه في الشربات يبقى ناشف معايا ومقرمش، ما يبقاش طري. كل ما تقعدوه هيقرمش اكتر، والنشا فايدتها هنا انها بتخلي بلح الشام مقرمش. خلاص. هنا انا عماله اقلب فيه عشان زي ما بقولكوا ياخد لون الاحمر الحلو ده، وعشان يبقى ناشف معايا مقرمش. مقرمش اليوم الاتنين، طبعا هي كمية صغيرة بس اللي عايز يعمل كمية هيفضل مقرمش معاه يومين 3، زي ما انتوا شايفين كده اهو. ما شاء الله عليه يعني. مم.
دي الفقاقيع دي بتاعة مطرح البيض طبعًا، لإن هو فيه 3 بيضات. خلاص، شايفين أنا باقلّب على الجنبين عشان ياخد لون أحمر حلو، وطول ما هو في النار كده بياخد إيه قرمشة جامدة يعني السوا بيبقى بتاعه زيادة بيقرمش أكتر. أهو بصوا شكله بقى حلو إزاي ما شاء الله عليه. شايفين؟ طبعًا هو يعني هنطلّعه من الزيت، نحطه في شربات على طول، شربات تقيل بارد أهو. اللي هو كوبايتين سكر، كوبايتين مَيّة، يا دوبك خدوا غلوة. اديتهم نُص ليمونة لحد ما تقلوا معايا ربع ساعة كده أو 10 دقايق على النار، ونزلت بالفانيليا وبرد، وجبته كده حطيت بلح الشام سخن وابتديت إن أنا أقلّب. لازم بلح الشام يقعد يشرب منه حوالي 10 دقايق، وده شكله أهو. أتمنى تجربوه ويعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شايفين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.